السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم كرام العيدي في حلقة جديدة. حلقة النهاردة بعنوان فوز تاريخي للنادي الأهلي، والمغرب تفوز على الأردن في كأس العالم وليس كأس العرب، وتصريحات كوميدية لحلمي طولان، وإيقاف قيد تامن للنادي الزمالك. بداية، فوز تاريخي للنادي الأهلي لأنه أول فوز للأهلي في كأس الرابطة. الأهلي رغم إن دي النسخة الرابعة، لكن دي كان المشاركة الثالثة للنادي الأهلي. لكن الأهلي عمره ما كسب أي مباراة في كأس الرابطة، لأنه طبيعي إنه بيلعب المباريات كلها بالفرق الناشئين، ما كانش بيبقى مهتم بيها أو حتى بالاحتياطيين يعني. النهارده الاهلي يمكن بدا اللقاء بسيحه في حراسه المرمى. في الدفاع، خط الدفاع عمر كمال عبد الواحد، اشرف داري، احمد رمضان بيكهام، ومحمد شكري. في الوسط احمد رضا، احمد نبيل كوكا. قدامهم طاهر محمد طاهر ومحمد عبد الله شريف وجراد شاروشي. الاهلي يمكن بدا اللقاء يعني يمكن بسيطره اكتر لسيراميكا، لكن الاهلي كان عنده يمكن استحواذ. يمكن لغايه لما اهلي احرز الهدف عن طريق طاهر محمد طاهر بكروس من عمر كمال عبد الواحد. وهنا عمر كمال عبد الواحد يعني زي ما قلنا انه يمكن في المباراه الاولى، مباراه انبي، يمكن قلت ان هو ومصطفى العش مباراه اثبتت ان هم ما ينفعوش يكونوا موجودين في النادي الاهلي. النهارده يمكن لغايه الهدف كان عمر كمال عبد الواحد اسوأ لاعب في الاهلي، لكن بعد الهدف اتحول بشكل كبير جدا واصبح افضل لاعب في الفريق، وممكن يكون هو كان نجم اللقاء. يعني هو وطاهر محمد طاهر يمكن كان احسن اثنين في المباراه. المباراه زي ما قلنا ان الاهلي يعني قدر اول مره يفوز في كاس الرابطه ويسترب. واضح ان هو يعني مدي البطوله اهتمام اكتر يمكن من كولر وموسيماني. هو بيجرب فعلا اللعيبه وبدا بيصعد ناشئين زي ما شفنا النهارده. يمكن شارك ثلاثي الناشئين، عمر سيد معوض وابراهيم عادل وحمزه عبد الكريم. والمباراه اللي فاتت كان لاعب يمكن الثلاثه دول، وكان لاعب معاهم ابراهيم محمد او ابراهيم الشرقاوي. فالنهارده في اربع ناشئين لغايه دلوقتي جربهم يسترب، بالاضافه ان هو بيجهز الصف الثاني يعني او اللعيبه الاحتياطيين. مباراه يعني الاهلي افضل كتير جدا من مباراه انبي المباراه اللي فاتت، واعتقد ان الاهلي كده يعني نقدر نقول ان هو دخل بشكل ما في البطوله، باعتبار ان دي تاني مباراه ليه، والاهلي عنده 3 نقط، في حين سيراميكا رصيده 0 لانه كان اتغلب المباراه الاولى من طلائع الجيش. اعتقد ان فرقه الاهلي كلها كانت جيده، اللعيبه كلهم كانوا في مستوى جيد. وخصوصا طبعا زي ما قلت عمر كمال عبد الواحد وطاهر محمد طاهر كان افضل اثنين في الفرقه. نزل كمان كان الشحات، وكان نزل مصطفى العش، دول اللي شاركوا في مباراه النهارده. على الجانب الاخر يمكن امبارح كان في مباراه كاس نهائي كاس العرب بين المغرب وبين الاردن، فهي مباراه اشبه مباريات كاس العالم من حيث الاجواء، الارض، سواء الاستاد اللي كان مليان بالجمهور او ارضيه الملعب الرائعه. ما فيش عندهم هناك بذرة صيفي وبذرة شتوي، وزي ما احنا شفنا حال استاد القاهرة والملاعب المصرية عموما عاملة ازاي دلوقتي. رغم ان يمكن في المباراة يمكن امبارح كان في سيول، حتى انها مباراة تانية اللي هي المباراة الثالث والرابع من السعودية والامارات ما كملتش يعني عشان خاطر السيول اللي كانت موجودة فيها، لكن الملعب كان موجود وكان الناس بيلعبوا وكان ملعب ابهى حال يعني. مباراة امبارح زي ما قلنا ان يمكن المغرب كان مسيطر على المباراة، كان افضل مباراة لغاية لما احرز هدف في بداية المباراة يمكن في الدقيقة الرابعة. أسامة طنان حط كرة من نص الملعب او نص ملعبه، نص ملعب المغرب. حطها مرة واحدة في الجون، في كان زياد ابو ليلى كان متقدم، فحتى حاول يرجع ويصدها ما عرفش لدرجة ان هو وقع على العارضة. وقعد يتعالج فتره. طبعا استمر السيطره المغربيه لانهم لدرجه انهم كانوا يجيبوا جول تاني، لكن مدافع الاردن طلعها على خط الجول. في الشوط الثاني يمكن الاردن باغت المغرب بهدف التعادل احرزه علي علوان، وبعدها علي علوان نفسه احرز هدف ثاني من ضربه جزاء، والاردن تقريبا لمست الكاس يعني وكانت قريبه من الكاس لغايه الدقيقه 88 من كورنر اتلعب لعبها وليد ازارو بهده. صدها ابو ليلى، زياد ابو ليلى، لكن حمد الله قدر يلعبها بصدره، جت في العارضه اتردت له وحطها في سقف الشبكه. الحكم حسبها او المساعد يعني رفع الرايه
ورجعوا للفار، لكن الفار احتسب الكرة هدف لأنه كان رزاق حمد الله كان موقفه سليم. كان في الدقيقة 88 قدرت المغرب إنها تعود للقاء تاني. الحكم يمكن ادى 9 دقائق، في 9 دقائق الوقت ضايع في كوره حمد الله حاول يرقص الباك بتاع الاردن اللي هو نصيب، عبد الله نصيب، لكنه وقع سقط وطلب بضربه جزاء. كان فيها لمسه لكن ما كانتش مستاهله ضربه جزاء يعني. الكوره دي عبد الله نصيب لعبها تردد بهجمه لعلي علواني انفراد من نص الملعب، لكن حارس المغرب طلع لعبها من تحت وجت في رجله والدفاع لحقها قبل ما تخش جول. يمكن كورتين كانوا في نفس الدقيقه، طبعا لما رجعوا الفار الكره ما كانش فيها ضربه جزاء، والهدف برضو ما دخلش بتاع الاردن، وانتهى المباراه 2-2. في الشوط الثالث يمكن مع السنتره الاردن كره طويله، المهاجم رقص عدى ولعبها في المرمى، لكن بعد رجوع الفار طلعت ان الكره جت في ايده. بعدها حمد الله تاني بعد باكورد من لاعب المغربي راحت لحمد الله حطها هدف واحرز الهدف الثالث لحمد الله يقدر يجيب الكاس للمغرب وينهي المباراه. انتهت بالنتيجه دي 3-2. يكون المغرب طبعا يعني حصل على تقريبا كل البطولات المتاحه، يعني هو خد كاس العرب قبل كده، خد كاس افريقيا للناشئين وللشباب، وخد كاس العالم للشباب، وخد كاس افريقيا للمحليين، يعني هو خد كل البطولات الممكنه اللي شاركوا فيها قدروا ياخدوها. وضحك كبيره جدا طبعا فوزي الاقجع اللي عامل مجهود كبير جدا وقدر يحط المغرب على الخريطه، في حين ان احنا عندنا ابو ريده بيتهيألي ما بيعملش اي حاجه غير ان هو يفيد نفسه بس، ما فادش مصر في حاجه، وجاي دلوقتي بيتكلم عن رؤيه 2038. يعني ما اعرفش، على زي القصه بتاعت الحمار، جحا والحمار والملك، اللي هو لما قال ان انا اديني 40 سنه وانا هعلم الحمار قرايه يعني. فاحنا داخلين 2030، مش عارف يعني هل احنا هنصبر على حلم على هاني بريده؟ هل هاني بريده قادر يعمل خطه لغايه 2038 ويطور الكره المصريه؟ ما اعتقدش يعني ان ده هيكون حاصل يعني. طبعا على الناحيه الثانيه برضو على حس او على نفس السياق يعني هاني بريده والوزير. فامبارح حلمي طولان يمكن طلع مع مدحت شلبي في حوار ومش مكسوف يعني من اللي عمله، لا طالع بيتكلم وبيهاجم الناس زي احمد دياب وليه نفس يعني يتكلم. والعجيب انه في الحوار بتاعه قال حاجات كوميديه كتير جدا، منها مثلا لما مدحت شلبي بيساله انت ما خدتش امام عاشور ليه؟ قال له عشان ما لعبش مع اللعيبه، ما اشترك، ما لعبش قبل كده، ما جبتوش يعني في معسكر وما شاركش في معسكرات قبل كده. بعدها سالوا على اللعيبه اللي خدها، قال لك ان هو قال بعد كده انه كان عايز يجيب عبد الله السعيد، وكان عايز يجيب ناصر ماهر، وكان عايز يجيب احمد حجازي، والثلاثه رفضوا. ما اعرفش ازاي بقى ان هم كان عايز يجيبهم رغم ان هم ما شاركوش في المعسكرات برضه، نفس زي نفس الكلام امام عاشور. وبرضه قال ان هو لما كان عايز يجيب 8 لعيبه من بيراميدز لكن الرابطه ما وقفوش الدوري، فبالتالي جاب لعيبه ما شاركوش قبل كده خالص. طب وانت منين جبت لعيبه ما شاركوش، ومنين مش عايز تجيب امام عشان ما شاركش قبل كده معاك، ومنين برضه هتجيب 8 من بيراميدز وانت المفروض ان انت بيراميدز عنده مباراه في نفس الوقت في الانتر كونتيننتال، وبالتالي حتى لو كنت جبتهم كنت هتضطر تمشيهم، فهل هيبقى مثلا الباقي 14 لعيب هتكمل بيهم البطوله؟ لانهم كانوا هيمشوا هينضموا لبيراميدز. فالكلام طبعا كوميدي يعني قالوا حلمي طولان، وهو راجل يعني اقول ايه عدى ال70 يعني، فمستنين هنسمع منه ايه. اخيرا يمكن النهارده بعد 7 ايقافات للزمالك النهارده بيطلع ايقاف قيد تامن للزمالك، والنهارده من نادي شارلروا البلجيكي، النادي بتاع عدي الدباغ، عشان كده يبقى في نادي شارلروا بتاع عدي الدباغ، ونادي استريلا دي امادورا بتاع شيكوبانزا، وكريستيان جروس ومين وجوميز، والمساعدين بتوع الجوميز الثلاثه 8 ايقافات قيد
لنادي الزمالك، ولسه البقيه تاتي يعني. طبعا في الجهاز اساسي والبقيه تاتي. اعتقد ده اهم مكان في الفيديو بتاعنا. ولو عجبكم الفيديو ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.